اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده، ومرحبا بكم في قناه عالم محجوبه. اليوم جيت نوريكم الطريقه ديالي كيفاش ترقد الفليفله الحاره مزيودات الصغيره تنقولوا لها زعريطه. هاد الفليفله القصيوره تجي في الترقد يا سلام، روعه ولذيذه وما تشبعوش منها. دابا نوريكم الطريقه ديالها وسر النجاح ديالها. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد باذن الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نشارك معكم وصفه سهله. بغيت نرقد هاد نص كيلو ديال الفلفله الحاره واش من حريوره منها ما كان. وقلت نشاركها معكم عاد نرقدها. عجبتني هاد الفليفله هكذا قصيوره، لقيتها شريت غير نص كيلو، قلت نرقد هذه ومن بعد داك الساعه نزيد نرقد واحده اخرى ان شاء الله. هاد الفليفله هذه القصيوره تجي زوينه في الترقاد وما تضيعش وتتصبر مده طويله. اما ديك الفلفله الاخرى اللي تتكون طويله شويه هذيك خصها غير طيب وتكال في ساعتها ما تتصبرش. اما هاد النوعيه هذه تتصبر واخا تبقى 3 شهور 6 شهور ماشي مشكل، المهم تتصبر هاد القصيوره. ندوزو معكم الطريقه. عندي هنايا نص كيلو ديال الفلفله من نوعيه جيده خضراء، تكون ما فيهاش الحموريه، تكون خضراء كلها. وعادي نغسلوها بطبيعه الحال بمليحه والماء مزيان، نشلوها وعادي نحيدوا لها هاد الرويسين هكذا كلهم، عادي ندوزو عليهم بهذه الطريقه هكذا. ومن بعد عادي نجيبو هاد زليفه وعادي اللي قطعناها وحيدنا لها هاد الرويس هذا غادي نحطوها هنايا تنسالي، ونحيدو لهم كاع هاد الرويسين هادو. وحداو البنات يديكم من الحار عندكم، تقيسوا لي ديدات ديالكم حاره بزاف. عرفتي انا قصت وحده قبيلات وقصت فيها وجهي، عرفتي شحال وجهي تيلهج بحرا باش بردت وجهي وغسلت، ورغم ذلك بقات داك الحار غير قصت غير شويه ماشي حتى بزاف. غير فاش كنت تنعزل كانت وحده شويه مضروبه وقصتها في يديا ونسيت وحكيت وجهي. ملي كنت عاد تنتقداها كنت برا، ايوا عرفتي دخلت نطرب وجهي في الزنقه. ردوا البال بزاف، ولا من الاحسن ديروا ليغات باش تفاداو كاع نتوما هذا المشكل هذا. هانتوما دابا حيدنا كاع هاد العويدات هادو. دابا عندنا هنايا مليحه باش غادي نديروه في هاد الفليفله، وعندنا الخل عادي ما تنحتاجوش شي خل ماشي نوعيه اخرى. وعندنا قريعات، ديروا قريعات من الاحسن ديروا قريعات يكونوا ميان ولا غير ديك الصغيورين، باش القريعه اللي جبدتوها دغيا تساليوها وتعاوتاني وتجبدوا قريعه اخرى. من الاحسن يكونوا مغسولين مناشفين معقمين مزيان هما والغليقات ديالهم. غادي ندوزو دابا باش غادي نبداو معكم. غادي نجيو غير هكذا بشويه وعادي نحلو الراس ديال هكذا وما نقيسوش هكذا الفلفله بيدينا، غير هكذا بهذه الطريقه كيف ما تشوفوا هكذا. هانتوما بقاو معايا في هذه الطريقه هكذا حتى للنهايه. بعد ما حلينا الفلفله ديالنا كامله حليناها دوزنا فيها الموس بهذه الطريقه هكذا، حليناها هكذا باش تدخل فيها الخل والملحه.
ومن بعد غادي نجيبوا القريعات ديالنا اللي غسلناهم وعقمناهم، وغادي نبقاو نحشيو هكذا حبيبه حبيبه حتى نعمروا القرعه ديالنا هكذا، ونستفوها باش تجينا مزيانه. ملي ما لحقناهاش ندفعوها هكذا بالموس. اللي بغات دير الحامض معاها دير الحامض هكذا. نبقاو ندورو غير تعمر لنا القرعه صافي نخليوها. هكذا ها هي تعمرت لينا القرعه، نعاودو عاوتاني نعمرو وحيده هكذا. دابا حنا عمرناهم، هانتوما كي جاو زوينين تبارك الله. هاد الخضوريه شهوه من هكذا. وغادي نجيبو مليحه، غادي نضيفو معلقه كبيره، هانتوما معلقه كبيره هكذا، وتزيدوا شويه، تزيدوا نص معلقه باش هاد المعلقه تتجي زوينه في حتى هي اللي تتصبرها متتفسدش هكذا. من بعد غادي نجيبو الخل عادي البنات هكذا، ونديرو كل قريعه فيها كاس بحال هكذا، كاس غير صغيور ماشي كبير. هانتوما وعادي نجيبو كاس ديال الماء هكذا عادي، كاس عادي ديال الماء عادي، وعادي نبقاو نفرغو هكذا حتى تعمر لينا القرعه مزيان هكذا. الماء يكون داك الفلفله تكون غايبه في الماء بهذه الطريقه هكذا. وغادي نجيبو ميكا نقطعوها على حساب هاد الفم ديال القريعه، غادي نديرو لها هكذا باش تتسد داك الهواء، ما تخليش الهواء تدخل للقرعه هكذا. عرفتي الحروريه ديالها طلعت هكذا، ونزيرو مزيان بهذه الطريقه هكذا. ومن بعد تبقاو تمخدو بحال هكذا مره تبقاو تمخدو حتى تذوب داك المليحه. ونحيدو هاد الميكا هكذا
بعد ما سالينا الترقاد، شوفوا الفلفله ديالي كيفاش جات غزاله وشهوه منا، وهاد الخضوريه تتنعش القلب واخا هي حاره. مهم غير في النظره ديالها منين تتشوفيها هكذا تتشهي تبارك الله. بقاو معايا حتى للنهايه، مازال نشارك معكم حويجات اخرى غادي نرقدها ان شاء الله، بحال الجزر، بحال الشيفلور، بحال السفرجل، بحال اللفت، هذا الخرشوف، بزاف د الحويجات اللي رقدتها غادي نشاركها مع المشاهدين ديالي، وهانتوما معايا حتى النهايه ان شاء الله.